يا مساء الخير، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة معانا حلقة مهمة جدا، وهي إنه هنتكلم النهاردة عن التسويق والبراندنج، أو بمعنى تاني بيرسونال براندنج. في ناس كتير بتتلخبط بين التسويق، معنى التسويق ومعنى البراند. فالنهاردة احنا معانا ضيف مميز جدا، الباش مهندس أحمد أبو زيد، من شخصيتي العظيمة جدا، من شخصيتي ذو قيمة وقامة في المجال بصراحة، يعني هنستفيد منها جدا إن شاء الله. فبنرحب بحضرتك بوجودك معنا يا باش مهندس أحمد، فسعداء جدا بوجود حضرتك معنا في البداية. تسلم يا جو، بالعكس السعادة تغمرني أنا، وشكرا جزيلا على الدعوة دي، وإن شاء الله يعني نكون خفاف ولطاف على أذان مستمعيك، وإن شاء الله يعني الفايدة تكون عامة للجميع بعين الله وحده إن شاء الله يا باش مهندس. إن شاء الله في البداية يا باش مهندس حابين نتعرف على حضرتك أكتر. بسم الله. بالعكس شيء شرفنا. أنا حابب بس أزود كلمة صغيرة قوي على اللي سيادتك قلته في البداية في المقدمة. هي الخلط ما بين البراندنج والماركتينج مش لوحده، في كمان خلط ما بين الماركتينج أو التسويق وبين المبيعات السيلز. صحيح. وده جزء كبير من اللي هنقوله النهاردة إن شاء الله. جميل جدا. أنا اشتغلت بفضل الله في عدة شركات من بعد التخرج. اتخرجت في كلية الهندسة جامعة القاهرة، واشتغلت من بعدها في عدة شركات محلية وإقليمية، وأيضا شركات عالمية زي هيلت باكارد HP وسيسكو. الشركات دي الحقيقة استفدت منها الكثير من العلم في قطاع تقني تخصص يعني، وزيادة على كده استفدت منها كثير من العلم في ما يتعلق بالاستشارات كونسلتيشن، وخصوصا بقى ما يتعلق بمهارات البيع والتسويق. يمكن ده السبب اللي احنا عشان النهارده قاعدين نتكلم عنه. وانا جاهز للاسئله مبدئيا، وربنا ييسر ان شاء الله. لو في اي تفاصيل تانية اكيد ما عنديش مانع ابلغ. ان شاء الله يا باشمهندس، سعداء جدا بوجود حضرتك معانا وتشرفنا بمعرفه حضرتك. تمام جدا. نبدأ في البداية، حابين نعرف ايه الفرق الاول بين مصطلح او معنى التسويق والبراندنج، وكمان لو حابب حضرتك تضيف كمان يعني توضح كمان السيلز ما فيش مشكلة. ممكن في البداية حضرتك تعرفنا الفرق بين المصطلحات دي؟ طبعا ما فيش اي مانع، بالعكس احنا محتاجين نفهم فعليا ايه هي الحدود اللي بتحدد كل مصطلح من دول. البراندنج وده جزء كبير جدا من العمل، خلينا اقول اللي بيعملوه الشركات الكبرى عشان يقدروا يحفروا اسمهم في عقل وذهن والصورة التخيلية لكل شخص موجود بيتعامل مع هذا المنتج او هذه الشركة. فخلينا نقول كده ببساطة شديدة، القصة ما بتبدأش من عند البراندنج عشان برضو يبقى الكلام واضح. بتبدأ من عند حاجة اسمها الاستراتيجية بتاعت الشركة. الشركة بتبقى حاطة لنفسها ما يسمى بالاستراتيجي، وده المنهج أو المخطط اللي عايزة تكون عليه الشركة دي خلال الفترة اللي هي بتعمل فيها داخل السوق. الاستراتيجية بتبقى كبيرة إلى حد ما، وبيبقى جزء كبير من هذه الاستراتيجية هو أسلوب الوصول إلى العملاء والتعامل معهم والبيع لهم وما بعد البيع كمان. فبيكون داخل هذه الاستراتيجية جزء كبير من التعريفات اللي بيشملها أو بتشمل في الحالة دي البراندنج اللي احنا اتكلمنا عنه، وبتشمل أيضا ما يسمى باستراتيجية التسويق واستراتيجيات البيع ومنهجيات ما بعد البيع. يمكن لو عرفنا بس الخطوات 3-4 اللي اتكلمنا عنهم من شوية دول، يبدأ المصطلح نفسه يتبلور في مخنا بشكل أفضل. كان عندك سؤال حاسس ولا أكمل؟ تمام جدا. لا كمل اتفضل يا باشمهندس، مع حضرتك متابع. ممتاز. البراندنج الحقيقة في حد ذاته مصطلح عام احنا أغلبنا بياخده ان هو متعلق بالهوية. يعني الهوية يعني ايه؟ يعني الشكل واللون والشعار والاستخدامات بتاعت الشعار والخطوط المستخدمة وما شابه.
ده جزء واحد فقط من عدة أجزاء داخل ما يسمى بالبراندنج. البراندنج بعموم شموله يعني الطريقة اللي هتوصل بيها أنت كشركة لحفر اسمك وقيمتك جوه مخ وقلب العميل بتاعك. ده بشكل كبير جدا أو بشكل شامل جدا مفهوم وتعريف كلمة البراندنج. فالبراندنج مش هو بس الهوية، ومش هو بس ما يتعلق بالألوان والشعارات وغيره، وبالعلم ما هواش التسويق جزء يمكن يكون من الاستراتيجية الكبيرة للشركة، لكنه مش البراندنج على الإطلاق. وأيضا مش البيع، يعني البيع مختلف عن التسويق وهنتكلم عنهم هم كمان. بس حبيت أوضح الجزئية الخاصة أو الخلط المفهوم العام ما بين كلمة براندنج وبين الهوية، ده مهم جدا برضو. معرفش هل كده وضحت وأنا أحب أوضحها أكتر. تمام جدا يا باشمهندس. تمام، لو حابب حضرتك مثلا تذكر مثال مفيش مشكلة، بحيث برضو نوضح الدنيا أكتر. يعني حابب تدي مثلا مثال البراندنج ومثال للتسويق مفيش مشكلة، يعني بحيث الدنيا. ممتاز. تعال نشوف حاجة زي، ممكن أقول أسماء شركات ولا مفيش داعي؟ مفيش مشكلة، عادي. ممتاز. تعال نشوف شركات مشروبات المشهورة جدا زي بيبسي وكوكا كولا على سبيل المثال. تمام. هناخد منهم واحدة دلوقتي عشان نمشي عليها ونفهم ايه اللي بيتقال. تمام. الكوكا كولا لها شعار. أنا ما أقول الكلمة، أول ما أقول بيبسي أو كوكا كولا أنت في دماغك شفت الشعار ده أكيد. تمام، وبألوانه وبشكله وكل حاجة. الشركتين دول عرفوا يحفروا شكلهم أو شكل شعارهم على الأقل في مخك دلوقتي، وده بتكاليف كبيرة جدا طبعا. لكنه البراندنج مش هو الشعار بس، البراندنج هو إحساس المستخدم أو الشخص الزبون بتاعك لما يستخدم المنتج بتاعك هيكون إيه، تعلقه بيك أنت كشركة وولاءه وانتمائه ليك قد إيه. النهاردة في كتير قوي لو رحت ناس، يعني لو رحت المطعم يقول له في منتج اسمه كذا، بيبسي أو كوكا كولا أو اسباتس ولا أي حاجة تانية، فيقول له لا أنا عايز المنتج الفلاني ده، ما بشربش إلا هو. تمام. لو بنتكلم عن المشروبات زيها في المأكولات، زيها حتى في الإلكترونيات، أبل مثلا وما يتعلق بها من طريقة عمل وتشغيل وكده. فاللي حصل بالبراندنج إيه؟ إنه هو مش بس حط اللوجو في مخك أو الشعار والألوان والفونتات وكده، لا هو كمان قدر يبقى يحصل على ولائك أنت كمستخدم بشكل دائم. خلاص. وده بيتم بأكتر من حاجة، منهم اللوجو والشعار اللي هو الهوية، ومنهم ما يسمى بالسلوجن أو الجزء اللي هو إحنا بنتكلم عن إيه، والجزء الثالث الثقافة. السلوجن حاجة زي كوكا كولا مثلا بتقول لك والله مشروب كوكا كولا ده حلو مع العيلة أو مع اللمة. بيبسي يقول لك خليك قوي ومش عارف إيه. فهو عايز يديك الشعور ده والإحساس طول ما أنت بتستخدم المنتج ده، ودايما يحب إنه يربط لك المنتج ده بشعور أو إحساس معين ويفضل مستمر عليه طوال الوقت. ويخاف قوي قوي لو فقد الشعور، لو الزبون بتاعه فقد الشعور ده وهو بيستخدم المنتج، لأنه بالتبعية هيفقد الولاء. نفس الشيء في أبل، وده يمكن إحنا كلنا شايفينه. مستخدمين أبل لهم خلينا تصور معين عن المنتج، والناس بتشوف لما حد من مستخدمين أبل بيبقى معاه المنتج ده، مش بس بيقتصر على منتج واحد، لا بقى كمان يشتري أكتر من منتج، لأنه هو مقتنع إنه منتجات أبل مع بعضها متكاملة بشكل كويس جدا، وبالتالي بتديني شعور بالارتياح وعدم القلق على المحتوى أو الحاجة الموجودة عندي، سواء على التليفون أو في الساعة أو في الآيباد ولا في الآيفون ولا في أيا كان نوع الجهاز اللي معك. مش عارف هل كده واضح شوية ولا مش واضح؟ قولوا لي لو تمام. الله ينور باشمهندس، ما شاء الله. تمام جدا. تمام. طيب دلوقتي من وجهة نظر حضرتك شايف هل التسويق خطوة بتسبق البراندنج ولا البراند هو اللي بيسبق التسويق؟ يعني أهني فيهم الأول اللي بيسبق. طيب خلينا نتفق بس انه لو الشركة عندها بيزنس موديل كويس مظبوط، يعني تمام. متكامل، تمام، وعندها استراتيجية متكاملة وعندها خطة تسويق متكاملة،
يقدر ساعتها البراندنج والتسويق الاثنين يشتغلوا مع بعض، خد وهات، عشان الزبون في الاخر يبقى دايما مرتبط بالعلامه التجاريه دي. فما فيش حد فيهم اقدر اقول ان هو بيسبق التاني، الا انه في اجزاء من البراندنج، على سبيل المثال الهويه الخاصه باللون والفونت والشعار ومش عارف ايه، بيسبق التسويق في حد ذاته، لان التسويق مرتبط يمكن بالمنتجات او الخدمات اللي بتقدمها الشركه. فلو الشركه لسه بتطور في منتجاتها وخدماتها، يقدر حد يبني الهويه بتاعت الشركه قبل المنتجات والخدمات. لكن في النهايه هما الاثنين بيتكاملوا مع بعض عشان يحطوا زي ما قلت الولاء والانتماء للبراند ده في مخ العميل بتاعه. تمام جدا، تمام جدا يا هندسة. طب من وجهة نظر حضرتك، شايف امتى كشخص مثلا انا او كشركة ابدأ اهتم ببناء البراندنج؟ من اول يوم. تمام، يعني من اول يوم. من جداً. اول يوم لازم تحدد لنفسك، وده جزء زي ما قلت من الاستراتيجيه من البلان. انت لازم تحط للشركه بتاعتك الفور بيس، حاجه اسمها فور بيس، منهم البوزيشننج او الموضوعيه في الشركه دي. انت عايز تحطها فين في مخ العميل؟ تمام. هل احطها في مخ العميل ان انا شركه غاليه جدا جدا وما بيجيبنيش او ما بيشتريش منتجاتي الا الناس اللي معاها فلوس كتير؟ ده بوزيشننج، انت بتحط الشركه في مكان ما في مخ العميل. او انا والله الشركه الشعبيه اللي اي حد في العالم يعرف وهو ماشي يشتري المنتج بتاعي وما بكلفوش اي حاجه صغيره زي دي. يعني في البلان بتبقى موجوده في البدايه خالص، في بدايه الشركه، من اول ما بتحط الشركه على خط الانتاج للمنتجات او الخدمات. انت لازم تبقى مفكر كويس قوي، انا هحط الشركه في دماغ العميل في اي مكان بالظبط. طب وبعدين تجتهد بقى على انك البراند بتاعك توصل للموضع ده، والماركتينج او التسويق بتاعك وخطط التسويق كلها تبقى متمحوره حوالين المركز ده. زي مين مثلا؟ زي مكرونه الملكه على سبيل المثال، ومكرونه ريجينا. هذه حاجتين، انا لما قلت لك الملكه انت فكرت في حاجه، وقلت لك ريجينا فكرت في حاجه تانية. تمام. هما الاثنين مكرونه، لكن كل واحد فيهم حاطط نفسه في مكان، وبالعكس هو من البدايه هو عايز يحط نفسه في مكان. خمسة وكن معه. خلاص، انه اي ست بيت على سبيل المثال اتزنقت في اكله في اي يوم، معهاش تجيب حاجه غاليه او اكله مكلفه، ممكن تروح تشتري النوع ده من المكرونه والزيوت برضو اللي زيها. ولكن لو ست تانية في مكان تاني عايزة تعمل حاجة عزومة راقية لناس يعني عايزة تظبطهم، فتروح تشتري منتج آخر. بالتبعية هو عارف هو عايز يحط نفسه فين في مخ العميل، وبالتبعية كل حملات التسويق والإعلانات وكل ما يتعلق بيه بتبقى بتودي العميل للحتة دي، تقول له إحنا هنا في الحتة دي. تمام جدا، تمام جدا يا باشمهندس. طب يا باشمهندس، حابب اعرف من حضرتك ايه اكتر خطأ شائع بيقع فيه اصحاب البيزنس في التسويق؟ ده جزء من اللي كنت هنتكلم فيه برضو. اولا هو يمكن اكبر خطأ شائع انا شايفه هو الخلط ما بين التسويق والمبيعات. اغلب اصحاب البيزنس بيعتقد ان رجل التسويق هو مهامه هي نفس مهام رجل المبيعات، وللأسف ده خطأ شائع وهو خطأ كبير وفادح الحقيقة. مهمة التسويق الماركتينج انه يدور فين الاحتياج بتاع المستخدم ويكبره له في نظره جدا، ولو ما كانش فيه احتياج فمهمة الراجل التسويق انه يطلع الاحتياج ده، او يسموه create النيد. تمام. بمعنى انت النهاردة ممكن عايش في حياتك زي الفل، مش محتاج اي حاجة وامورك تمام وزي الحلاوة، لكن فجأة تلاقي اعلان طلع عليك بيقولك والله في موبايل جديد في المواصفات دي وبيلمع وبيبرق ومن كل ناحية وفي حاجات فظيعة جدا. هو كده عمل في مخك ايه؟ قال والله صحيح ده موبايل جميل جدا، طيب وانا معايا موبايلي بقاله سنتين وشوية، يعني خلاص كده ايه ممكن فعلا ابدل. فهو في الحقيقة عمل ايه؟ حط قدامك الاحتياج لعدة جديدة.
خلاص. تمام. وبعض الأحيان ممكن يكون أصلا مش محتاج العدة دي من الأساس، لكن هو حطها لك قدامك، فإنك والله ليه ما تاخدهاش، دي فرصة واصلة. تمام. فدي مهمة رجل التسويق في الأساس، إن هو إما يوجد الاحتياج أو يكبر الاحتياج، ولو مش موجود يوجده بالفعل. طيب. تمام. وهو بيلعب على كده، وكل الناس بتوع التسويق فاهمين ده وبيلعبوا على الحته دي جدا جدا بمليون طريقه، في اكتر من طريقه، اكتر من منهجيه واكتر من فريم ورك المسوقين بيشتغلوا بيه. واعتقد يعني الماستر بتاعهم كان شخص اسمه كوتلر، مستر كوتلر، ده له كذا كتاب، لكن يعني من الحاجات اللطيفه انك ممكن تقرا فيها لو حبيت عشان تتبحر شويه في علوم التسويق. طيب، ده التسويق. المبيعات بقى او السيلز، رجل المبيعات مهمته انه ياخد الاحتياج ده ويقفل الاحتياج ده عند العميل بانه يقفل معاه ديل او يقفل معاه صفقه. فيجي الراجل بتاع المبيعات يقول له طيب انت خلاص بقيت عايز الموبايل، طيب تعالى دلوقتي امضي معايا، انا هدي لك الموبايل ده مثلا بخصم 10% لو مضيت دلوقتي، او ب20% لو عملت كذا. وبالتالي يضمن رجل المبيعات انه يخليك تاخد القرار من قبل حتى ما تفكر كتير في انك تتراجع. وما دام الاحتياج ده كده كده بقى عندك، خلاص رجل التسويق نجح ان هو يوجده جنبك، فبقت عندك انت الاحتياج في انه يقفل معاك الديل. الشركات زي بتاعت المشروبات اللي اتكلمنا عنهم من شويه بيحط لك ده في شكل اعلان، يقول لك والله ده مع اللمه انت لازم تكون معاك المشروب او مع الاكل، او حتى لو خدت بالك في واحده من اعلانات الكاتشب كان يقول لك حتى تحطه مع الكبده واللحمه المشويه وحاجات كده. احنا يمكن محدش فينا فكر ابدا انه لما يدخل عند محل مشويات يبقى محتاج كاتشب معاه، هو بياخد سلطه الطحينه، ده الطبيعي. بس هو لما اوجد لك الاحتياج ده انت بقيت والله تجرب، طب ليه لا تجرب، وبعد ما تجرب تلاقي نفسك انا اشتريت ازازه كامله. لما بتروح تشتري، بتوع المبيعات هم اللي بيبقوا موجودين في المحل، بيبيع لك المنتج ده، وممكن كمان يبقى عامل لك عليه تخفيضات عشان يخليك او تسرع عمليه الشراء وما تفكرش انك تتراجع عن عمليه الشراء دي. ارجو ان اكون وضحت الموضوع بشكل جيد. الله ينور بصراحه يا باشمهندس، الله ينور. تمام جدا. كنت حابب اسمع ايه راي حضرتك في تاثير السوشيال ميديا على قوه البراند. ممتاز. السوشيال ميديا واحده من القنوات اللي اي شركه او براند، يعني او بنتكلم عن شركه او منتجات او خدمات او براند ايا كان المسمى، تمام، هي واحده من القنوات اللي بتتواصل فيها الشركات دي مع عملائها وبتوصل لها رسائلها، وبتقدر تحط قيمها وما يتعلق بمنتجاتها وخدماتها بحيث تخلي العميل يبقى على وعي ودرايه بالمنتج ده او بالخدمه دي او بالشركه بشكل عام. والسوشيال ميديا واحده من القنوات. في الفترات الاخيره بقت السوشيال ميديا خدت الحقيقه نصيب الاسد في القنوات الاخرى، من القنوات الاخرى في سوق القنوات يعني. طب ايه هي القنوات الاخرى؟ والله الاذاعه واحده من القنوات، المجلات والدعايه اللي موجوده واحده من القنوات، الدعايه المطبوعه حتى للشباب الاطفال الصغيرين بيقفوا فيها قدام الجامع يوم الجمعه، دي واحده من قنوات التواصل والوصول. برامج التلفزيون واحده من القنوات. كتير قوي من الوسائل التانية زي الايميل والتليفون وغيرهم كلها عباره عن قنوات وصول وتواصل مع العميل. السوشيال ميديا الان بتحتل مرتبه الصداره، وهي الاكبر والاهم في تقديري انا لكل هذه القنوات. وهي حقيقه لها دور كبير جدا جدا في رسم العلاقه وانجاحها او افشالها لا قدر الله، يعني بيقولوها بالانجليزي to make it or break it، العلاقه ما بين البراند او الشركه وبين عملائها وولائهم وانتمائهم، والتواصل الدائم والحقيقه الاهتمام باحتياجات ومشاكل العملاء فيما بعد البيع. ويمكن ده الجزء الثالث بقى، يعني تسويق بيع ما بعد البيع. تمام، ما بعد البيع ده مهم جدا في وصول العملاء والتواصل معهم وترتيب اولوياتهم، والسوشيال ميديا واخده حظ او نصيب الاسد في هذا الموضوع. تمام جدا، تمام جدا يا باشمهندس. طب دلوقتي لو انا لسه بادئ مشروع، ابدا منين؟ ابدا من التسويق ولا البراندنج؟
ممتاز. تبدأ من الخطة، تبدأ من البيزنس موديل. أنا عارف أنت عايز تاخد إجابة يا إما ده يا إما ده، بس الحقيقة ولا التسويق لوحده كبداية ينفع، ولا البراندنج لوحده كبداية ينفع، لأن هما الاتنين لو مش معمول لهم خطة كويسة من الأول، مش مترتب لهم ترتيب جيد من ناحية الموارد سواء البشر أو الأجهزة أو المواد، ومن ناحية التكاليف، من ناحية المصروفات، لا البراندنج هيقوم الشركة لوحده ولا الماركتينج هتقوم الشركة لوحدها. أقوى رجل ماركتينج في التاريخ مش هيعرف يطلع لك خطة تسويقية وهو ما عندوش منتج أو خدمة كويسة أصلا تتقدم، لأنه أول واحد هيروح يجرب الخدمة أو المنتج ده هيشتكي، ولو اشتكى هيوصل كلامه لبقية الناس، وبالتبعية هتروح كل يمكن مصروفات وموارد الخطة التسويقية دي على الأرض، لأنها لن تنجح. فلا البراندنج لوحده يبدأ بيه ولا الماركتنج لوحده يبدأ بيه، بالعكس لازم يبقى في خطة في الأول، وده مبني على استراتيجية زي ما قلنا. في حاجة اسمها بيزنس بلان، يرتب أولوياته، شوف الشركة بتاعته عايزة تعمل إيه، لمين وإمتى وإزاي، عايز يحط البوزيشننج بتاعه فين، هل يا ترى هو عنده من الناس ما يكفي، هل عنده من البروسيسز ما يكفي، هل عنده من الموارد المالية اللي تكفي إن هو يعمل أي حاجة في دول. لما يبقى عنده الخطة دي يقدر يقول طيب، فإحنا في البراندنج هنحتاج 1 2 3 4، والتسويق هنحتاج 1 2 3 4، وفي المبيعات هنحتاج كذا كذا، وفي بعد البيع هنحتاج كذا كذا. وبالتبعية يبدأ يحط الناس في مكانها، يحط الشغل الصحيح في مكانه. تكتشف بعد شوية انه بمجرد ما الترس يدور بتاع البراندنج او الماركتينج او اي منهم، كل ما الترس يدور التاني يرد عليه، وبالتبعية البيزنس ينجح ويوصل للي انت بتفكر فيه. تمام جدا يا باشمهندس. طب انا دلوقتي ازاي ابدا ابني البراند الشخصي بتاع البيرسونال براندنج؟ ممتاز. كل اللي اتكلمنا عليه من شوية ده كان بالنسبة لي كان للبراندنج الخاص بالشركات. تمام. فالشركات الحقيقة ليها اسلوب تعامل مختلف عن الافراد. لو السؤال بقى لما جه عن البيرسونال براندنج، هنا الكلام اختلف شوية، ولو انه برضو فيه شوية تشابهات، لكنه اختلف شوية نظرا لانه لما بنتكلم عن بيرسونال براندنج يبقى انا بتكلم عن شخص. تمام. عن شخص في حد ذاته. الشخص ده في حد ذاته لازم يبقى فيه يمكن مؤهلات اللي تخليه يحط نفسه في المكان اللي بيتحط في مخ العميل. مش انا من شويه كنت بقول لك البراندنج هو انك تحدد لشركتك انت هتقف فين في مخ العميل، هل انت في الحته الغاليه قوي ولا رخيصه ولا عاديه ولا فين؟ انت مكانك لازم يكون في حته في مخ العميل، حته واحده. تمام. البيرسونال براندنج نفس الفكره، يعني ده التشابه الاول، ان انت بتحط نفسك كشخص انت محطوط موجود فين. هل يا ترى انت كشخص بقى مثلا لو بنتكلم عن مدرب، هل انت مدرب الفذ الفظيع الجبار اللي محدش يقدر يغلبه في المادة الفلانية، ولا على سبيل المثال لو انت بتلعب لعبة معينة او لعيب في رياضة معينة، هل انت الشخص اللي الناس تقدر تعتمد عليه في اللعبة دي او في الرياضة دي كشخص برضو؟ هل انت كاستشاري، هل انت في المجال ده او في المنطقة دي تقدر تكون الشخص اللي يعتمد عليه ولا؟ وهكذا. وعلى فكرة في بعض البيرسونال براندنجز أيضا بالعكس، يعني يمكن نشوف حد زي ما أقول لك مثلا أجيب سيرة حد زي محمد رمضان، هتقول لك أنت هتحط دماغك في إنه إيه؟ على طول حاطط نفسه في مبدأ إنه أنا الكينج، أنا نمبر 1، أنا كذا وكذا، خلاص. بينما في ناس ثانية من نفس المجال اللي هم فيه حطت البراند بتاعه إنه لا، أنا الشخص الخدوم اللي يقدر يعتمد عليه أي موهبة عايزة تدخل في المجال، وأقدر أخليها تاخد فرصتها، زي محمد صبحي وأشرف عبد الباقي وبعض الناس الفنانين الكرام دول. تمام. والكل واحد له طريقة ومنهجية وقصة بيحكيها عن نفسه وبيأكدها بأفعاله. فأول حاجة في البيرسونال براندنج هو أنت عايز تحط نفسك فين عند الناس. تاني حاجة، هل عندك المؤهلات اللي تخليك تعمل كده ولا لا؟ لو عندك
يبقى ابدأ على طول. لو ما عندكش يبقى كون المؤهلات الأول وبعدين ابدأ. ثالث حاجة ازاي تقدر تحافظ على الصورة الذهنية دي عند الناس لأطول وقت وفترة ممكنة، ويبقى انت كده بدأت تحط خليني اقول لك اول مبادئ البيرسونال براندنج على الطريق، وتقدر تحط خليني اقول لك خطتك انت في انك ازاي تقدر تحول البيرسونال براندنج ده لقيمة حقيقية وفلوس يمكن في بعض الأحيان تدخل لك عن طريق الناس اللي مؤمنة بيك. تمام جدا يا باشمهندس. طب هل في أدوات أو كورسات ممكن تنصح بيها أي حد حابب يبدأ المجال، سواء كان مهتم وحابب يبدأ التسويق أو مهتم وحابب يبدأ البراندنج؟ تمام. الأدوات كتير الحقيقة والكورسات أكتر، يعني ما فيش أسهل من إنه يدخل على يوتيوب ويبتدي يدور على شوية كلمات مفتاحية زي personal branding لو هو بيتكلم عن نفسه فقط، أو لو الشركة how to build ويحط قبلها كلمة كيف أبني أو how to build ويحط اللي هو عايزه. بعد كده هيلاقي على اليوتيوب حاجات كتيرة جدا. كمان ممكن يستعين ببعض أدوات الذكاء الصناعي اللي انتشرت الفترة الأخيرة، يقدر برضه يحطها في تقديره ويخليها تحط له هي على الأقل الخطة المبدئية اللي ممكن يشتغل بيها، ولو مش فاهم منها حاجة ممكن يستخدم بعض الأدوات الأخرى زي مراكز التدريب أو مواقع التدريب زي يوديمي وكورسيرا وحاجات زي كده. هيلاقي برضو مناهج كبيرة وتقيلة وكويسة جدا جدا وتفيده جدا جدا في أكثر من جهة. يعني اللي عايز أقوله الأدوات والكورسات موجودين وبكثرة، ويقدر أي شخص يدخل بسهولة جدا وبدون أي تكلفة يمكن تقريبا. تمام جدا، جميل جدا. طب هل الذكاء الاصطناعي هيأثر على التسويق التقليدي؟ طيب شوف، هو خلي بالك من حاجة، التسويق في حد ذاته هو علم يعتمد على سيكولوجية الإنسان، ما يتعلق بنفسية والإنسان بشكل عام. دي حاجة صعبة تتغير، يعني الذكاء الصناعي مش هيغيرها، إنما هو يقدر يدي القيمة ويسهل الحياة على اللي ما يعرفش ازاي يقدر يمشي في خطة تسويقية كويسة، فيقدر الذكاء الصناعي يساعده انه يبنيها، او اللي مش عارف يحط رجله فين من بداية الخطة لغاية نهايتها برضو الذكاء الصناعي هيساعد فيها. فاللي اقدر اقوله هو هيساعد المسوقين للوصول الى عملائهم يمكن بشكل اسرع واكفأ في بعض الاحيان، وده طبعا مع الحرص الشديد، لانه مش كل حاجة هيكتبها الذكاء الصناعي او هيقولها لنا هتبقى حقيقية ومناسبة، لكن عموما هو هيسرع الوقت او هيقلل الوقت، وبرضه ممكن يقلل التكلفة على الحصول على افضل خطة لو بنتكلم عن تخطيط واستراتيجية، لو بنتكلم عن تخطيط استراتيجي بالتحديد، وايضا عن خطة تسويقية هيقلل الوقت والتكلفة في الحصول عليها. انما مش هيغير، خليني اقول لك، على التسويق التقليدي كتير، لأنه لو بنتكلم عن تسويق تقليدي فهو علم الوصول إلى نفسيات الناس وخلق الاحتياج زي ما ذكرت من شوية، وده شيء إحنا ثابتين عليه ومخلوقين بيه، فصعب هو يغيره، إنما هيخلي الناس يعرفوا يوصلوا لي أسرع، ويمكن يكون تكلفة الوصول إليه تبقى أقل كعميل لهم يعني. تمام جدا يا باشمهندس. طبعا إحنا بنشوف حملات تسويقية كتير، فكنت حابب أعرف من حضرتك إيه أكتر حملة تسويقية شفتها وكانت ملهمة بالنسبة لك؟ والله يعني الحقيقة مش أكتر، هو كتير، هم حملات كتيرة جدا جدا، يعني بالعكس مش عايز أذكر حد فأنسى الآخرين، لكن زي ما ذكرت بعض الأسماء اللي أنا اتكلمت عنهم من شوية في خضم كلامي عندهم حملات تسويقية كبيرة جدا ضخمة، لكن يمكن في تقدير أنا أكثرها تأثيرا كان في فترة الثورة وما بعدها في مصر، وحتة التركيز على الوطنية وبناء الوطن وما شابه، وده شيء يعني
محمود. وبالعكس كتير من الشركات حطت ايدها في ايد الشركات التسويقيه والدعايه وكده ان هم ينموا الحس ده والروح، وده كان موجود وشفناه كتير. يمكن شركات الاتصالات بيبقوا شاطرين شويه في الحاجه دي، وبعدهم بتيجي بعض الشركات الخاصه بالمأكولات والمشروبات عندهم القدره على ان هم يوصلوا لقلب ومخ العميل بشكل سريع جدا. مش عايز اذكر حمله بعينها لكن كتير حقيقه جدا جدا. تمام جدا، تمام جدا يا باشمهندس. خلينا نختم بقى بالسؤال الأخير. وكنت حابب أسمع نصيحة من حضرتك لأي حد حابب يدخل المجال أو عنده مشروع صغير. يدخل المجال ان هو يبقى شركة تسويقية، ولا يدخل المجال انه عنده منتج او خدمة وعايز يعمل لها خطة تسويقية؟ سواء دي او دي يا باشمهندس، سواء دي او دي. يعني انا حاب يعني حابين برضو نفيد الشباب اكتر والمستمعين يعني. ممتاز. طبعا خلي بالك انه المنتشر اكتر بين الشباب الفترة اللي فاتت هو ما يسمى بالتسويق الالكتروني، وده ان هو يدخل على السوشيال ميديا ويعمل بعض الحملات التسويقية على السوشيال ميديا المدفوعة في أغلب الحالات، وطبعا في شوية شروط قبلها وبعدها وكده. لكن اللي أحب أقوله بس إنه ده اسمه الترويج وليس التسويق الإلكتروني. ده البي الثانية من البيز الأربعة اللي اتكلمت عنهم في الأولى. فالبوزيشننج والبروموشن، البروموشن هو ده اللي بيعملوه الشباب في التسويق الإلكتروني. بالتبعية ما هوش تسويق في حد ذاته، هو واحدة من خطة التسويق أو الميكس بتاع التسويق اللي معروف جدا اسمه ماركتينج ميكس. ممكن تدور عليه بالكلمة بالإنجليزي أو المزيج التسويقي بالعربي. هيشرح لك شوية عن تفاصيل التسويق. فلو أنت شخص بتفكر إنك تعمل، خلينا نقول شركة تقدم حملات تسويقية أو تقدم خطط تسويقية أو كذا، فأضبط أدائك في حتتين. أولهم إن يبقى عندك الخبرة الكافية عن التسويق بشكل عام، عندك كمان الخبرة الكافية عن القدرة على إنتاج أو تأسيس استراتيجية تسويقية بيسموها ماركتينج استراتيجي، ماركتينج بلان، خطة تسويقية. ومن بعدها تقدر تعمل بقى أنت حملتك، وتقدر قبلها بتعمل الهوية والبراندنج وغيره، وتعمل حملتك بعد كده سواء مدفوعة أو أورجانيك. تقدر تبني على الكلام ده بشكل كبير جدا. ولعلمك هو علم كبير، فانت ما تحاولش تاخد العلم ده من قصيره وتبدا على طول. لا، حاول تقرا شويه الاول، ومش هيضر حاجه. ده القرايه اللي انا بتكلم عنها مش هتزود عن اسبوع مثلا لو انت حطيت دماغك فيها، سواء ما بين شويه كتب صغيره او على الاقل خالص شويه فيديوهات من على اليوتيوب تفهم فيها ايه هو التسويق اصلا وايه الفرق بينه وبين الترويج او اللي هو البروموشن او الحملات التسويقيه الموجوده على السوشيال ميديا وشويه الحاجات التانية. ومن بعد كده تقدر تتابع بقى وتشوف ايه افضل حاجه اعملها على فيسبوك، افضل حاجه اعملها على تيك توك، افضل حاجه اعملها وهكذا على بقيه السوشيال ميديا بلاتفورمز. ده لوحده، ده قصه لوحدها انا عارف وطويله وبتاخد جهد ووقت، بس ارجوك قبلهم تتعلم شويه عن التسويق نفسه عشان تستفيد كتير جدا وانت بتشتغل على الشغل بتاع الترويج او الحملات التسويقيه. فده لو انت شركه عايزه تعمل خطط تسويقيه للناس او تعمل تسويق بالنيابه عن الغير. لو انت شركه عندك منتجات وخدمات وعايز تعمل لها حملات تسويقيه، فارجوك حط دايما في بالك انك لازم توضح للشركه اللي هتعمل لك الحمله دي او الاشخاص او الفريق التسويق اللي عندك، توضح لهم البوزيشننج بتاعك، ايه اللي انت عامله النهارده، انت عايز توصل لفين، ايه الاحتياج اللي بيتلبى عند العميل لما الخدمه دي او المنتج ده بيتحط قدامه، وبالتبعيه انا هدخل له منين، المدخل بتاعه ايه، والحمله التسويقيه تبقى عامله ازاي، والدعايه بتاعتنا تبقى مكتوب فيها ايه ومعمول فيها ايه. انت بنفسك لما تبقى فاهم الكلام ده هتسهل جدا جدا عمليه التسويق، وبالتبعيه هتسرع من عمليات البيع باختصار شديد يعني. جميل جدا يا باشمهندس احمد، وحقيقي يعني انا بشكر حضرتك على وقتك معانا ومجهودك. حقيقي يعني انا عن نفسي استفدت جدا، ومتوقع كمان ان شاء الله اي حد هيسمع البودكاست انه ان شاء الله هيستفيد، وهيكون كمان اضافة قوية ليه في البراندنج والتسويق والمعلومات القيمة اللي حضرتك قدمتها لنا النهاردة. فبشكرك حقيقي جدا، وسعداء جدا بوجودك معنا يعني. شكرا حقيقي.
الله يسلمك يا رب، وبالعكس احنا شيء شرفنا وتحت امرك في اي وقت وامر كل المستمعين. تسلم جدا يا باشمهندس، شكرا شكرا. تسلم، شكرا ليك.